تعرضت ناقلة النفط سكيلايت التي ترفع علم بالو لهجوم اليوم الأحد الأول من مارس 2026 أثناء عبورها مضيق هرمز بالقرب من سواحل سلطنة عمان، حيث استهدفت الناقلة على بعد حوالي 5 أميال بحرية شمال ميناء خصب العماني. أعلن مركز الأمن البحري العماني إصابة 4 أفراد من الطاقم بجروح متفاوتة، وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 شخصاً، 15 هندياً و5 إيرانيين. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الناقلة بدأت في الغرق بعد اشتعال النيران فيها، بدعوى عدم امتثالها للتحذيرات ومحاولتها العبور بشكل غير قانوني. يأتي الهجوم وسط تصعيد عسكري كبير في المنطقة شمل ضربات متبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وأفادت وكالات الأنباء بتضرر ناقلتي نفط حتى الآن نتيجة الهجمات الإيرانية قرب مضيق هرمز، وتظهر المعطيات تكدس عدد كبير من السفن خارج المضيق، فيما غيرت بعض الناقلات مسارها وعادت أدراجها أثناء العبور.